السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. استعدادات واسعة لاحتفالات أعياد الاستقلال في إقليم جنوب البحر الأحمر. إحياء الذكرى 37 لمذبحة الشعب الجماعية. القيادة الوسطى تخرج أكثر من 200 فرد بمختلف الدورات المهنية. في الأنباء العالمية، كوريا الشمالية تجري تدريبات واسعة باستخدام طائرات مسيرة. نشر طائرات فرنسية مزودة بأسلحة نووية عبر الاتحاد الأوروبي. فرنسا تطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على إجراء مماثل. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أعلن مسؤول متابعة برامج اللجان السيد محمد عيسى بأن إقليم جنوب البحر الأحمر شهد استعدادات مكثفة للاحتفال بعيد الاستقلال 34 تحت شعار خطنا درعنا المنيع. وقال إن اللجان تشكلت منذ منتصف مارس الماضي وأجرت الاستعدادات للاحتفال بالعيد الوطني بأكثر حفاوة وبهاء، مضيفا أن البرامج ستعكس الثمن الذي دفع من أجل تحقيق وحماية الاستقلال عامة وعزة يوم الاستقلال خاصة. وذكر إقامة السيمينارات للشعب والطلاب ومسابقات رياضية وأنشطة نفير تنموية، مشيرا إلى إقامة الحفلات الشعبية في طيعو بمستوى مديرية الرعتة في 17 من مايو، وفي عدي في 19 من مايو على مستوى مديرية وسط دنكاليا، وفي رحيتة في 20 من مايو على مستوى مديرية جنوب دنكاليا. وقال السيد محمد عيسى إن الاحتفال الرسمي على مستوى إقليم جنوب البحر الأحمر سيقام في 23 من مايو بمدينة عصب بفعاليات تتضمن عروضا فنية متنوعة وعرضا عسكريا وعرضا للقوارب السريعة والتقليدية. وتقام احتفالات عيد الاستقلال في عصب من 23 إلى 26 من مايو على شكل مهرجان بعروض ثقافية وترفيهية تقدمها 10 فرق فنية، وعروض لمحتوى المؤسسات العامة والخاصة، ومعارض الحياة المنزلية تقدمها الإدارات وجناح الأطفال. وذكر السيد محمد عيسى أن برامج يوم الاستقلال تم إعدادها بطريقة تؤثر على النشء أو على النشأ وتعرفهم بتاريخهم. تم إحياء في 12 من مايو الذكرى 37 لمذبحة الشعب الجماعية التي ارتكبها النظام الإثيوبي الاستعماري. وتضمنت الفعالية التي نظمها العمال نفيرا جماعيا في المقبرة التي دفن فيه جثث أكثر من 400 مدني بريء، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية. وأشار مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم في كلمته إلى أنه من المهم توعية الأجيال الجديدة بالفظائع التي ارتكبتها القوات الاستعمارية في مختلف أنحاء البلاد، والتي كانت تتبع مبدأ نحتاج إلى أرض إريتريا وليس شعبها. لقد قتل أكثر من 400 مدني بريء، من بينهم أطفال ونساء، بسلاسل الدبابات والرصاص في مذبحة عام 1988 الشنيعة. أعلنت مديرية قال نفح في 13 من مايو خلوها من ختان الإناث. وقال مدير مديرية قال نفح السيد محاري يوهنس في المناسبة التي حضرها وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي القبرآب أن هذا اليوم هو نتاج العمل الجماعي، مهنئا الجهات المنفذة. وقال المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم الأوسط السيد تكي قلتا إن إعلان خلو ختان الإناث هو مثال على جهود حكومة وشعب إريتريا ضد كل أنواع الممارسات الضارة والمتخلفة. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية العقيد قبر هنس ولد قرقيش المجتمع على رفع مستوى الوعي للقضاء على الممارسات الضارة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها. وفي الختام تم توزيع جوائز نقدية على الفائزين بمسابقة المعلومات العامة، كما تم توزيع الشهادات على إدارات الضواحي الذين ساهموا في إنجاح برنامج الإعلان. وكانت مديريتي بريخ وسرجقة قد أعلنت مسبقا خلوها من ختان الإناث. تم إحياء 12 من مايو اليوم العالمي للصحة النباتية في أسمرة تحت شعار أهمية الصحة النباتية في الصحة المتكاملة. وأفاد مكتب العلاقات العامة في وزارة الزراعة مشاركة كبار المسؤولين وخبراء وزارة الزراعة وممثلي منظمة الأغذية والزراعة والوزارات والاتحادات
المختصين والضيوف المدعوين. وأوضح المدير العام لقسم خدمات القوانين والرقابة في وزارة الزراعة سيد خلاب مسكنا أن تضاريس إريتريا تخلق العديد من الفرص والتحديات للأنشطة الزراعية والصحة النباتية، مشيرا إلى القيام بأعمال تقوية صحية من خلال أنشطة مكافحة الجراد الصحراوي ودودة الحشد المترحلة الشتوية، وتعزيز أنظمة الحجر الصحي للنبات، وإدخال وتعزيز الإدارة الموحدة للآفات، وتطوير المحاصيل المتحملة للجفاف والأمراض. وقال سيوم طعمه ممثلا لمنظمة الأغذية والزراعة في إريتريا إن المنظمة تولي الأولوية للأساليب الزراعية التي تضمن صحة النبات والإنتاج الزراعي المستدام، وأن الرسالة هي مكافحة المجاعة وتحسين أنظمة الغذاء. وقدم خبراء من وزارتي الزراعة والصحة شرحا تقديميا حول الخلفية التاريخية والوضع الحالي لوسائل الصحة المتكاملة وبحوث صحة النبات والتوثيق وتأثير تغيير المناخ على صحة النبات، وأهمية الإنذار المبكر بشأن الآفات الظاهرة حديثا. كما قدمت في المناسبة الآراء والتوصيات لوضع الضوابط العالية لمنع الآفات العابرة للحدود والآفات التي بدأت تظهر حاليا، والدوريات المنتظمة والجادة، وتعميق تنسيق الجهات الشريكة ومؤسسات البحث، والحملات المستمرة لصحة النبات، والتبادل العالمي والإقليمي للمعلومات، والعمل على تعزيز وترويج أساليب المبيدات الطبيعية المصحوبة بنتائج البحوث. قامت مؤسسة المواشي والغلال بحراسة مزارع 196 أسرة شهيد ومحتاج في دركو بمديرية ابن حيلي بالجرارات. وذكر عمدة قرية دركو السيد زايد حيلي أن العمل نفذ بقيمة 175 نقفة للساعة الواحدة، وأنجز بنجاح في الفترة من 8 وحتى 10 من مايو. وأوضح عضو مؤسسة المواشي والغلال الشاب طعمة في السهية مشاركة 6 جرارات في العمل، كما أعربت الأسر عن ارتياحها بالدعم المقدم. خرجت القيادة الوسطى يوم أمس 13 من مايو 207 فردا من منتسبيها بمختلف الدورات المهنية قدمت لفترة 3 أشهر. وأفاد قائد وحدة التوجيه المعنوي والترفيه في القيادة الوسطى النقيب برهان في السهية أن التدريب الذي قدمه محترفون من ذوي الخبرة والاحترافية شمل الصوت والموسيقى والأدب والدراما والرقص والصحافة والتصوير وتحرير الصور والنصوص وكتابة الأخبار والمقالات. وأكد قائد القيادة الوسطى العميد تخلق فلاي على أهمية الثقافة والفنون في بناء الوطن والوحدة الوطنية، مذكرا المتدربين بأن يقدموا مساهمات جادة في هذا الصدد. وأضافت ممثلة المتدربين الدور المهم للدروس المستفادة في تعزيز قدراتهم ووعيهم، وحثت على الترويج لتدريبات مماثلة لتنشئة أجيال فخورة بتاريخها وثقافتها. كما تم في الختام توزيع الشهادات على المتدربين وتوزيع الجوائز على الفائزين. تم تنظيم تدريب للمزارعين في ضاحية غولو بمديرية صنعافة حول تربية النحل وتجهيز الخلايا. وشارك في التدريب النظري والعملي الذي استمر لمدة 10 أيام 74 مزارعا بينهم 54 امرأة. وقال السيد إبراهيم سليمان الذي أجرى التدريب إن التدريب شمل تقنيات تربية النحل والوقاية من الآفات أو من آفات النحل وأنواع النحل وإدارتها وعملية إعداد الخلية. وأوضحت مسؤولة مكتب الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة أفراح علي أن التدريب نظم بتعاون اتحاد المرأة وشركائه بهدف خلق فرص عمل وضمان توفر الغذاء للأسر، وحثت المشاركين للاستفادة من هذه الفرصة والمبادرة على نشر المعرفة المكتسبة منها. ونصح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد برق مسكنا بدوره المزارعين بإدراك أن خلايا النحل تلعب دورا كبيرا في إثراء إنتاج العسل والاستفادة من هذه الموارد. كما أشار مدير مديرية صنعافة السيد إدريس علي شكر في الختام إلى أن التدريب يهدف إلى تمكين المزارعين من استبدال تربية النحل التقليدية بأخرى حديثة، وحث المتدربين على نقل المعرفة المكتسبة إلى الآخرين.
نظمت انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى في 5 إدارات ضواحي بمديرية الدهلك في الفترة من 6 وحتى 11 من مايو. وأوضح مدير المديرية سيد أحمد بوكاليا انتخاب 27 مدراء ضواحي ولجان قرى بينهم 7 امرأة في إدارات الضواحي جمهيلي ودربوشيت ونورا ودحل وديسي. يقطن مديرية الدهلك أكثر من 3000 نسمة في 17 قرية ب5 إدارات ضواحي. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت كوريا الشمالية إن زعيمها كيم جونغ أون حضر تدريبات للقوات الخاصة باستخدام الطائرات المسيرة، وأصدر تعليمات للجيش بتحسين قدرته على التعامل مع الحروب الحديثة. وذكرت أن كيم زار موقع التدريبات، ونشرت الصحيفة صورا لقصف دبابة وجنود يتحكمون في طائرة مسيرة. ووصف كيم التدريب بأنه يتم بطريقة مبتكرة في مجالات مختلفة للتعامل مع الحرب الفعلية. ونشرت صحيفة رودونغ سينمون أيضا صورا للمسؤولين عسكريين كوريين شماليين كبار يصافحون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكرت أن هذه الصور التقطت في 9 من مايو، وهو تاريخ انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. ويبدو أن التقرير يشدد على أهمية تعميق العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية. أعلن الكرملين أن النشر المحتمل لطائرات فرنسية مزودة بأسلحة نووية عبر الاتحاد الأوروبي لن يعزز الأمن في القارة، ردا على تصريح إيمانويل ماكرون بأنه مستعد لبحث هذه المسألة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إن نشر أسلحة نووية في القارة الأوروبية لن يضيف مزيدا من الأمن أو الاستقرار إليها. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن بلاده مستعدة لفتح نقاش حول نشر طائرات فرنسية مجهزة بقنابل نووية في دول أوروبية أخرى، على غرار ما تفعله الولايات المتحدة لتوسيع نطاق مظلتها الذرية في خضم الحروب الروسية الأوكرانية على أوكرانيا. ودعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوروبا لتحمل مزيد من أعباء دفاعها، يزداد النقاش حول توسيع نطاق الردع النووي الفرنسي ليشمل بقية دول الاتحاد الأوروبي 27. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس استدعت القائمة بالأعمال الجزائري احتجاجا على قرار الجزائر غير المبرر بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيرا إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة. وقال الوزير الفرنسي إن الرد سيكون فوريا وحازما ومتناسبا في هذه المرحلة، موضحا أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ممن لا يحملون تأشيرات حالية سيرحلون إلى الجزائر. وذكر مصدر دبلوماسي أن الأشخاص المعنيين موظفون في مهام إسناد مؤقتة من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم. وكان بارو أكد أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال مجمدة تماما منذ قيام الأخير بطرد 12 موظفا منتصف أبريل، وردت فرنسا بإجراء مماثل. في النبأ الأخير، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر بحر إيجا على بعد 15 كيلومترا من جزيرة كاسوس اليونانية، حسب ما أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض. وبلغ عمق الزلزال 83 كيلومترا، وقد وصلت الهزات الناجمة عنه إلى إسرائيل وجنوب غرب تركيا والسواحل الشمالية لمصر، لكن لم تسفر عن خسائره أو خسائر بشرية أو مادية. من جهتها دعت خدمات الطوارئ في اليونان المواطنين إلى الابتعاد عن الساحل خوفا من حدوث تسونامي. وتتعرض اليونان بشكل دوري لزلازل بسبب وجودها على عدد من خطوط الصدع الأرضي. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. استعدادات واسعة لاحتفالات أعياد الاستقلال في إقليم جنوب البحر الأحمر. إحياء الذكرى 37 لمذبحة الشعب الجماعية. القيادة الوسطى تخرج أكثر من 200 فرد بمختلف الدورات المهنية.
كوريا الشمالية تجري تدريبات واسعة باستخدام طائرات مسيرة. نشر طائرات فرنسية مزودة بأسلحة نووية عبر الاتحاد الأوروبي. فرنسا تطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على إجراء مماثل. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.